السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في القناة ديالي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد التحلية رائعة بزاف لمحبين القهوة. كتجي بحال الفلو، اهم حاجة اقتصادية بمكونات بساط موجودين في اي بيت. باش نوجدوا التحلية غادي نحتاجوا نص لتر ديال الحليب وكأس القهوة. خصو يكون قاصح شويه باش تجي نكهه القهوه باينه. 3 المعالق كبار ونص ديال الفورص ومعلقه الزبده و3 المعالق ديال السنيده. بسم الله على بركه الله. غادي ناخدو الحليب، ديروه في شي كاسرونه ولا طنجره، المهم ما تكونش كتلصق. نغربلو الفورص ديالنا 3 المعالق ونص. انا غادي نستعمل الصفايه من الاحسن. المعلقه الاولى كما قلت لكم البنات راه كتجي غزاله وسهله دغيا كتوجد ومكونات بساط. اهم حاجه انكم تفرحوا حبابكم ووليداتكم. جربوها راه كتجي زوينه وغادي تعجبكم. كنخلطوا مزيان الحليب مع الفورص، عاد كنزيدوا 3 المعالق ديال السنيده عامرين، واللي كيبغي الحلاوه يزيد كتر. اللي كتعجبو الحلاوه يزيد كتر من 3 المعالق. ونخلطوهم مزيان. اللي ما عندوش الطراب الكهربائي يستعمل الطراب اليدوي، حتى هو راه مزيان وقاضي الغرض. اهم حاجه البنات خلطوا الخليط مزيان حتى يتجانس مع بعضياته. من بعد ما حركنا مزيان كنزيدو كاس ديال القهوه. انا زدت واحد نص معلقه صغيره ديال نيسكافي. هذه كتبقى اختياريه، اللي عنده يضيف نص معلقه واللي ما عندوش بلاش. المذاق ما كيتبدلش، غير كتزيد تقصح شويه اللون وصافي. دابا درنا الخليط ديالنا فوق النار. حاولوا تبقاو تحركوا حتى تحيدوا، ما تغفلوش عليه باش ما يلصقش ليكم ويجي داكشي زوين ان شاء الله. وتخليوه حتى يسخن مزيان، عاد تزيدوا ديك المعلقه ديال الزبده. غتلاحظوا ما حدكم كتحركوا فيه وما حدو كيسخن، وغادي يعقد وغادي يولي بحال الشكل ديال الكراميل. هانتوما كيف ما شفتوا كتولي بحال الكريمه. عاد كنزيدوا المعلقه ديال الزبده ديالنا وكنبداو نحركو مزيان. حركو مزيان حتى كندمج لينا ديك الزبده مع المكونات. كنكونوا موجدين حنا الكيسان ولا الزليفات ولا اللي عندكم فين غادي نديروا هذا الخليط، وتخليوها سخونه. غير تحيدوها من فوق النار كديوها دغيا تبداو تكبوا فيها في الكيسان ولا
البلاصه فين باغيين ديروها. صافي غير تبدا دابا تطلع واحد الفقاعات وحيدوها. كيف ما شفتوها هي البنات وجدات لينا، كتاخد واحد الشكل ديال الكراميل رائع. حاولوا تسربيو دغيا وديروها في كاع الكيسان قبل ما تجمد ليكم. من بعد ملي ديروها في كاع الكيسان خليوها تبرد مزيان فوق البوطاجي، عاد دخلوها للثلاجه. تبقى في الثلاجه ما بين 4 حتى 6 سوايع، عاد كلوها بالصحه والراحه الحبيبات ديالي. احنا درناها دابا في هاد الكيسان. اللي ما عندهمش هاد الكيسان، هاد الكيسان راه غارقين كيف ما كتشوفوا. شفتيهم راه هزت ليا الكميه. اللي عندهم غير هادوك الكيسان الصغار يديروهم. المهم اللي عندكم في الدار تقديو به، كتجي زوينه ورائعه. من بعد غادي تخليوها فوق البوطاجي حتى تبرد لينا مزيان، عاد ندخلوها للثلاجه من ما بين 4 سوايع و 6 سوايع، وعاد باش نقدموها وغنوريكم التقديم ديالها كيفاش غادي يكون في الاخر. منين تبرد غادي نرجع معاكم. هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديال اليوم. من بعد ما جبدتها من الثلاجه وزوقتها بشويه ديال السيجار او شوكولا. نتوما زوقوها باللي عندكم البنات، صراحه جات واعره وجات زوينه بزاف، كتستحق التجربه البنات. ونتمنى تكون الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بالدعم، جيم وابوني، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. اعانكم الله.